اليوم كيك رخامي بطريقه جد سهله ويجي الشكل تاعو بزاف شباب وبزاف راقي. تحضروه لولادكم لضيوفكم، تقدروا ديروه حتى مشروع مربح للمقاهي. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ولقاكم الفيديو هذا في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم وتجربوها. زوج خياتي دعموني في الفيديو، جاموا بارطاج وفعلوا الجرس باش توصلكم كامل الوصفات السهله والاقتصاديه. ونبداو على بركه الله في طريقه التحضير. نحتاج في الوصفه هذه الطاس تاع الروبو ولا الاشوار، يعني الوصفه تخرج صادقه بزاف بهذا زوج روبو ولا الاشوار. هنا عندي 3 حبات بيض تكون كبيره، قرصه من الملح، كاس تاع 200 ملل من سكر حبيبات، وملعقه من مبشور الليمون. كبداية راح نخلط جيدا المكونات. هنا خياتي للأسف بعد ما بديت نصور في الروبو هذا ما على باليش واش صرالو، حبس لي تمتم. وهنا كما قلت لكم في الوصفة هذه باش تنجح لكم 100% لازم ديروا في الطاس هذا تاع الروبو ولا الأشوار، يعني هذا زوج اللي يجي لكم بهذا القوام. هنايا بعد ما خلطت جيدا المكونات الاولى راح نضيف عليها 200 ملل من الزيت، يعني الكاس اللي بديتوا به تكملوا به. هنا خياتي بعد ما حبس لي الروبو راح تفرغت كلش في الاشوار، يعني عادي نكملوا في الاشوار نورمال. راح نزيد نخلطوا جيدا حتى يولي الخليط رغوي. ضروري تتحصلوا على خليط رغوي، وهذا السر من اسرار نجاح الكيك. لازم خياتي لازم تولي رغوي، تبقاو تميكسيو فيها حتى تشوفوا بلي القوام هذاك اللي تحصلتوا عليه رغوي. بعدها راح نجيبوا كاس حليب يكون دافي، سعة الكاس نفس الكاس اللي بديتوا به، هاوليك نفس الكاس تاع 200 ملل. هنا راح نفرغه مباشرة وهو دافي على باقي المكونات، وراح نزيد نضربه جيدا. اخياتي انا حبيت ناكد لكم لانه هذه الوصفه كي نديرها بالباتر ما تجيش نفسها كيما نديرها في الطاس تاع الروبو ولا هذا الاشوار، يعني تجي مختلفه تماما. بعد ما خلطنا كامل وتحصلنا على سائل رغوي كما راه واضح معكم الفيديو، يعني رغوي وبياض مليح، يعني هنا رانا وصلنا للقوام المطلوب. شوفوا هنا الخليط تاعنا كيفاش راه صغير. مباشره راح نفرغوه في ريسيبيو باش نكملوا باقي المراحل، وهذه الاستوس الاولى في الكيك تاعنا. الحاجه الثانيه راح نجيبوا نفس الكاس يعني 200 ملل، راح نفرغوا الكاس الاول من الفارينه، راح نضيفوا عليه الكاس الثاني ونضيفوا عليه 2 اكياس من خميره الحلويات 10 غرام، يعني هنايا راح نستعملوا 20 غرام من خميره الحلويات، لانه المول تاعنا راه كبير شويه. بالنسبه اللي عندهم المول الصغير راح يديروا الكاس تاع 120 ملل، يعني الكاس تاع وليد. هنا راح نخلط جيدا الفرينه تاعنا حتى نتحصلوا على خليط يكون كيما الموسكوتشو. هنا خياتي بالنسبه للفرينه اذا خلطتوا هذوك 2 كيسان جيدا وتحصلتوا على خليط مازال سائل، راح نضيفوا له كميه من الفرينه ربع كاس فقط، حوالي 3 ملاعق كبار. اذا جاكم الخليط نورمال يعني كيما الموسكوتشو ما راح تضيفوا له، يعني على حسب نوعيه الفرينه. هنايا بعد ما ضفت له 3 ملاعق كبار من الفرينه يعني ربع كاس، راح نكمل نخلط جيدا حتى توصل الخليط المطلوب، يعني ضروري تخلط في هذه الطريقه باش نتحصلوا على القوام المطلوب. بعد اخياتي راح نضيفوا له المكون اللي راح يخليه خفيف وهشيش واللي يعمل دور المحسن، واللي هو 2 ملاعق كبار من الخل الابيض ولا اي خل متوفر عندكم. راح نزيد نخلط جيدا حتى يدخل كامل في المكونات، وهو الخليط تاعنا واجد. بعدها راح نجيب ريسيبيون واحد اخر وراح نقسم الخليط تاعنا لنصفين. النصف الثاني راح نضيف له 2 ملاعق كبار من الكاكاو البني الحلو، يعني اللي يكون الذوق تاعو بذوق الشوكولا باش ما يجيناش الموسكوتشو تاعنا مر. راح نخلطه جيدا. وفي هذه المرحله خياتي كي تكونوا تخلطوا مليح، اذا شفتوا الخليط تاعكم ثقيل لانه كاين انواع من الكاكاو، اذا شفتوا تشرب لكم بسرعه راح تضيفوا له ربع كاس من الحليب يكون دافي. اذا شفتوا الخليط تاعكم يعني مازال عادي كيما الخليط الابيض، هنا ما تزيدوا له حتى اضافات. هنا خياتي بعد ما شفت الخليط تاعنا ثقيل راح تضيف له ربع كاس حتى تحصلت على القوام هذا، يعني قوام كيما الخليط الابيض. بعدها راح نجيب المول وراح نمد لكم الاسطوس الثانيه والسر الثاني باش تتحصلوا على العلو هذيك. تجيبوا ورقه طهي تقسموه مستطيل طويل وراح ندوروا كامل على المول تاعنا، نرشوه بالزيت نلصقوه في المول تاعنا حتى المول تاعكم الموسكوتشو كي يجي يطلع يحكم لا فورم هذيك، يعني ما يهبطش. تاني حاجه نكون غبرته من قبل في السطح تاعو بشويه كاكاو وشويه فرينه هكذا باش يجي من تحت ما يتلصقش ويتنحنى بكل سهوله.
هنا خياتي راح نجيبوا الخليط الابيض والاسود وراح نفرغ طبقه بطبقه حتى نكمل كامل الخليط. يعني من الاحسن عودوا فرغوا بشويه، يعني حتى توصلوا واحد 5 مرات 6 مرات وانتم تفرغوا بين الابيض والاسود باش تحصلوا على هذاك الشكل شباب. هنا فرغت الابيض، بعدها زدت الشوكولا يعني وكملت هكذا حتى كملت. يعني ماشي ضروري تستويوه ولا الابيض يغطي الشوكولا، يعني عادي فقط الشوكولا كونوا فرغوها فقط في الوسط، يعني ما توصلوهاش للاطراف حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. انا هنايا بعد ما كملت كامل شوفوا تحصلنا على هذا الشكل. راح نجيبوا كيردو ولا موز وراح نديروا هذه الطريقه، يعني شكل دائري. هنا خياتي ما تبالغوش باش ما يجيكم الشكل تاعكم مخسر بزاف من الداخل، يعني باش يجي كامل مستوي. بعدها الكيردو هذاك راح نمشيه في الوسط، نروح ونولي باش هكذا كي يطلع المول تاعكم راح يتشقق ويجيكم هذاك الخط في الوسط مشقق. انا خياتي راه المول تاعنا راه واجد. بالنسبه للتزيين يبقى اختياري، تقدروا تستعملوا بيبيت دو شوكولا، تقدروا تستعملوا كاوكاو ايفيلي، تقدروا تستعملوا اي نوع متوفر عندكم. هنا كان عندي كاوكاو مرحي، رشيته ودخلته مباشره للفرن على 160 درجه. هنا شوفوا خياتي بعد ما طاب تنحالي بكل سهوله من المول تاعنا، وشوفوا لي العلو تاعو بسم الله ما شاء الله كيما اللي يتباع في المحلات، يجي طالع ويجي الشكل تاعو بزاف شباب. ورق الطهي راح يعاونكم بزاف باش يحكم لا فورم تاع المول ويطلع على حسابه، يعني ما راحش يوصل للنص ومن بعد يتشقق، يعني راح يكمل يطلع حتى لا فورم تاع المول وين يحبس، وبعدها يبدا يشكل هذيك التشقق في الوسط. وهاوليك الموسكوشة تاعنا طالع خفيف ما شاء الله مع التشقق هذاك اللي يجي في الوسط. صدقوني يجيكم كيما اللي يتباع في المحلات طبق الاصل، تجي فيه واحد العلو واحد التشقق كيما اللي يبيعوه في المخابز بالثمن يعني بزاف غالي. لهذا حضروه في الدار بثمن رخيص ويجيكم بسم الله ما شاء الله. وانا خياتي راح نقسم لكم شويه باش تشوفوا القوام تاعو من الداخل وكيفاش جانا الشكل تاعو الرخامي. شوفوا لي من الداخل كيفاش يجي، يعني صدقوني يجي الشكل تاعو بزاف شباب. تحضروه لضيوفكم، تقدروا حتى ديروه مشروع مربح للمقاهي. صدقوني هذا الطرف فقط، يعني هذا المرسول اللي قسمت لكم في المقاهي كي يقدموه مع قهوه حليب راح تخلصوا على المرسول هذا فقط 6000 حتى 7000، يعني الثمن تاعو جد غالي. وبهذا الشكل وبهذا القوام وبهذا العلو اكيد اذا بعتوه للمقاهي راح يعتمدوا الوصفة تاعكم، لأنه صدقوني بسم الله ما شاء الله المنظر تاعها والشكل تاعها والقوام تاعها أروع وصفة ممكن تجربوها بأقل التكاليف. يجيكم هشيش، يجيكم خفيف، يجيكم طالع مهوي بسم الله ما شاء الله. وصفة صدقوني إذا جربوتوها راح تنجح معاكم من أول تجربة. إن شاء الله الوصفة تاع اليوم تعجبكم. مشاهدة ممتعة للفيديو، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى فيديو جديد إن شاء الله.